نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الأكارم، إن فيما صح من قصص القرآن وقصص خير الأنام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الغنية والكفاية، ففيها عبر ودروس وعظات. ومن هذا ما يدور الحديث حوله منذ جمعة، وهي في قصة أصحاب الغار. هذا القصص النبوي الصحيح الذي ذكره النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ليس المراد به أن نتسلى به أو نسمعها كقصة بلا عبرة ولا عظة، إنما المقصود التأسي والمتابعة، وأن يكون هؤلاء مثلا أعلى نحتدي به يا عباد الله. وفي هذه القصة أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن مثل أعلى في البر إلى الوالدين، بذلك الرجل الذي كان هذا دأبه طول حياته، أنه كان لا يقدم أحدا ولا نفسه على والديه تعظيما لحقهما وتوقيرا لهما. انظروا يا عباد الله، وكان ذلك سببا في نجاته. وانظروا رعاكم الله أن هذا الرجل في هذا الضيق والشدة التي مر بها كيف وفقه الله جل وعلا. ذلك التوفيق إنما نتج عن معرفة بدينه وعن ثقة بربه وعن إخلاص له سبحانه. فماذا بحث عن عمل خفي لم يطلع عليه إلا الله جل وعلا، هو إحسانه إلى والديه. ثم ماذا فعل؟ ما أحسن الظن بنفسه، إنما وكل الأمر إلى ربه. لم يقل إني أخلصت، ولم يقل إني فعلت ذلك، إنما قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وانظروا إلى ثقته بالله جل وعلا، وأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه لا نجاة إلا بالله سبحانه. هذه يا عباد الله موعظة ينبغي أن نقف عندها. كذلك يا عباد الله انظروا إلى هذا الثاني الذي قص علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام خبره. وماذا كان حاله؟ كان شديد الشبق إلى ابنة عمه، فكان يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء. وانظروا إلى شدة حبه بها، فجاءته مرة بعد مرة تريد منه أن يعينها على حالها لضيق يدها. فماذا فعل؟ فطلب منها أن تمكنه من نفسها فأبت. ثم جاءته مرة بعد مرة فطلب منها كذلك فأبت. فلما ألمت بها سنة اشتدت بها الفاقة، اشتد بها الجوع، فجاءت تريد منه أن يعطيها مالا مقابل أن يقع بها عياذا بالله. فعند ذلك جمع لها مالا، تعب عليه وتعنى حتى جمعه. طلبت منه أن يأتيها ب120 دينارا من الذهب يا عباد الله. فلما دنا منها وقع منها بمنزلة الرجل من زوجه وكشف عنها، فقالت له وهي تبتعد، بل جاء في رواية وهي تبكي: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فعند ذلك خاف من الله جل وعلا، خاف من الله وترك الوقوع بها وترك لها المال كله. ثم قال: إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انظروا إلى هذا الأمر العظيم. الشهوة شديدة وهو يحتاج إليها ويراودها منذ زمن بعيد، مرة بعد مرة
لكن لما ذكر بالله تذكر. هكذا يا عباد الله قال نبينا عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا يا عباد الله درس لنا، درس للشباب خاصة، أن الله جل وعلا مطلع عليكم وأنه جل وعلا رقيب وعلينا أن نخاف منه. وخذ مثلا أعلى مثل هذا الرجل يا عباد الله. وبذلك نعلم يا عباد الله أن الأمر بيد الله جل وعلا، وأن الإنسان إذا صدق مع الله جل وعلا صدقه الله. فهذه لما خافت ربها أعانها الله جل وعلا وجعل هذا الرجل ينصرف عنها، بل وآتاها المال مع حفاظها على عفتها ونزاهتها. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وجميع المسلمين وأن يعافينا وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد عبد الله ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيا عباد الله هذه أعمال ليست من العبادات. هل ترون أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا محافظين على الصلاة، لم يكونوا مزكين صائمين؟ كلا، بل كانوا حريصين على ذلك. لكن انظر لعلمهم وفقههم توسلوا بأعمال صالحة خفية لا حظ للنفس فيها، ولم يطلع عليها إلا الله، صدقوا الله جل وعلا فصدقهم. فعلينا كذلك أن نحتذي بهم وأن نخلص وأن نعد أعمالا تكون سببا في نجاتنا من المهالك. فيا عبد الله ليست القضية قضية صخرة تنحط على غار، فقد تكون ضاقت بك الأمور في مرض ألم بأهلك أو ما أمر بابنك أو ضيق عيش أو فقد أحب الناس إليك أو ظلمت ظلما كثيرا فتقع في مأزق عظيم. فمن الذي ينجيك إلا الله؟ وما الذي تقدمه تتوسل به إلى الله لينجيك الله من هذا العمل؟ ما هو العمل؟ ابحث في ذهنك الآن وأنت جالس أي عمل ترجو قدمته لله جل وعلا ترجو به تفريج كربة. لو نظرنا إلى حالنا لوجدنا أننا بعيدين عن إخلاص العمل لله، ما وجدنا عملا صادقا صدقنا فيه الله جل وعلا، تقربنا فيه إلى الله راجين رحمته، نطمع أن يكون سببا لتفريج كربنا. وانظروا إلى الثالث أمره رائع، أمره عظيم. فماذا فعل الثالث يا عباد الله؟ استأجر أجراء فأعطاهم أجرتهم إلا واحد لم يأخذ أجرته، تركها وانصرف. خذ أجرك ما أخذها وانصرف. ثم ما كان من هذا الرجل الكريم الناصح الأمين إلا أن ثمر لهذا الأجير أجرته، ثمرها له فنتج منها شيء كثير، وهي ما تساوي شيئا، تساوي دراهمات أو بعض كيلوات من الأرز أو من الذرة كما جاء في بعض الروايات، شيء قليل. فلماها له ثم جاء الرجل بعد زمن بعيد قال يا فلان أعطني أجرتي، فإذا به يقول هذه أجرتك، واد كبير فيه إبل وغنم وبقر وعبيد كثير، قال هذه أجرتك. فالرجل ذهل، هل هذه أن تسخر به؟ أجرتي قليلة، قال هذه كلها أجرتك. فأخذها وانصرف ساقها ولم يدع لهذا الرجل منها شيئا. ما الذي دفع هذا الرجل هذا الإحسان؟ إنه الإحسان. ثم قال أيضا غير واثق بنفسه ولا بإخلاصه، بل سائلا ربه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. انظروا إلى ثقتهم بالله جل وعلا وقوة إيمانهم بأن الله على كل شيء قدير والتجائهم إلى الله الكبير. أسأل الله جل وعلا
أن يرزقني وإياكم الإخلاص له. اللهم ارزقنا الإخلاص لك، اللهم ارزقنا الإخلاص لك، اللهم ارزقنا الإخلاص لك والتوكل عليك. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا، اللهم اجعل باطننا خيرا من ظواهرنا،